أنت عارف أول ما تموت إيه اللي بيحصل؟ ركّز معايا وصلّي على النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما ينزّلوك من على كتافهم ويحطّوك جوّه المقبرة بيبدأوا ناس بتعيّط وناس بتدعي لك وناس بتحاسبن عليك لو أنت إنسان مش كويس، وناس بتقول لك أهو في داهية وراح، ما لناش دعوة بده كلّه، أنا عاوزك أنت عارف إيه اللي هيحصل لك؟ هييجي لك ملاكين يقعّدوك ويسألوك من ربُّك؟ من نبيُّك؟ ما دينُك؟ مين النبي اللي أنت كنت بتؤمن بيه؟ ما دينُك؟ إيه الدين اللي أنت كنت واخده منهج لحياتك؟ ساعتها هتقول لي سهل يا عم شريف يعني هو ده سؤال يعني؟ ده 3 أسئلة بساط، ربنا هو ربنا الله عز وجل، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، والدين بتاعي هو الإسلام. أنا باقولها بكل بساطة، لأ هناك مش كده، مش لسانك ده هو اللي هينطق وإنما عملك اللي أنت عِشت وإيمانك اللي أنت عِشت بيه هو اللي هينطق. لو اسمك في البطاقة مسلم بس أو غير مسلم طبعًا، فساعتها هتقول ها لمّا يسألوك من ربُّك، ما دينُك؟ ها الرواية بتقول كده، ها مش عارف يرُد، مش عارف ينطق، من نبيُّك؟ لكن لمّا تكون عايش على الدين الإسلامي الصح زي ما ربنا أنزله وسمعت كلام ربنا وبتصلي الصلوات ال5 في مواعيدها وبتسمع كلام ربنا في كل صغيرة وكبيرة وبتتقي الله عز وجل وبتبعد عن الحرام وكل ما تُقع في معصية بتتوب وتندم وتقول له يا رب سامحني أنا أخطأت، ساعتها ربنا يغفر لك وساعتها تعرف ترُد، فبكل قوة هيسألك من ربُّك؟ تقول له ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كنت عايش على سنته وكنت بتدافع عن سنته وكنت بتتبع سنته وكنت بتنشر سنته، فطبيعي لازم هتجاوب على السؤال ده بكل بساطة. عشان كده أنا باتعجب كتير جدًا لمّا حد يموت فواحد يقعد على القبر بتاعه ويقول له اعلم يا عبد الله وهو ميت، قال يعني التاني هيجاوب عليه وهيرد عليه، فتلاقي الشيخ قاعد على المقبرة يقول له اعلم يا عبد الله أنه سيأتيك ملكان يسألانك من ربك؟ قُل لهم ربي الله. ما دينك؟ قُل لهم ديني الإسلام. من نبيك؟ قُل لهم نبيي محمد. كان غيرك عملها وكان غيرك أشطر. كان ممكن أبو لهب كان لمّا مات كان حد جاله من قرايبه اللي هم المسلمين اللي أسلموا كان قال له قُل ربي الله وهو في المقبرة، ما حدش عمل كده، وكان أي حد عمل كده، ربنا لا يخادع. إنما بكل بساطة لو عِشت بما يرضي الله هتجاوب صح على ال3 أسئلة، لو ما عِشتش بما يرضي الله مش هتعرف تجاوب على الأسئلة، وأول ما تجاوب صح أو غلط هتلاقي بقى إما يُفرش لك من فراش الجنة وتشوف مقعدك من الجنة وتقول ساعتها ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة عندما يأتيك من ريحها ومن حلاوتها ومن شكلها الجميل وقاعد مبسوط كده، غير لمّا التاني بقى يشوف مقعده من النار ما عرفش يرد، فساعتها هيأتيه من سمومها ومن حميمها مش قادر يطيق فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ليه؟ لأن عارف اللي هينتظره حاجة أسوأ مما هو فيه، أما التاني عارف اللي هينتظره حاجة أحسن مما هو فيه، ألا وهي جنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. فبالله عليك لو بتعمل أي حاجة حرام توب منها دلوقتي حالًا وربنا هيمسحها لك تمامًا. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هتعمل إيه يا رب معانا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم. بتشرب سجاير توب، تسمع أغاني توب، ماشية من غير حجاب اتحجبي، مقصر في الصلاة صلي، بتضرب أبوك وأمك ما تبرهمش، مش بتصل رحمك، بتضرب زوجتك عيالك، توب من ده كله وحسن علاقتك مع الناس عشان ما يجوش يوم القيامة يقفوا قدام ربنا يا رب هو ظلمنا خد لنا حقنا منه. حقوق ربنا توب منها دلوقتي واستغفر ربنا لو انت كنت مقصر فيها، وحقوق العباد لازم تعتذر لهم وتردها ليهم علشان ما حدش يحجك يوم القيامة فتخسر دنيا وآخرة. يا رب كل واحد بيشوفني دلوقتي توب عليه ويدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا امين. قلت لك برنامج في غاية الأهمية هيفيدك انت كمسلم، تحت في أول تعليق خش وادعي لي وصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.